بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بادئ بيوم حزن في حزن. أول الحزن طبعا والزعل والحسرة على شعب فلسطين اللي العالم كله ضده ما عدا مصر. العالم كله بما فيهم ناس في الدول العربية تآمروا ضده. دلوقتي في مجزرة، في ملحمة إسرائيل بتعملها بتبيد كل فلسطيني. طبعا كابتن رضا عبد العال بيضرب نار، وهنعرف بيضرب نار في مين دلوقتي. قبل ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة لاخواتنا ربنا ينصرهم ان شاء الله. برضو جماهير نادي مش كل جماهير نادي الزمالك، طبعا بعض من جماهير نادي الزمالك بيلوم الجماهير الالتراس بتاع الزمالك اللي كان في الاستاد. ليه بتلومه؟ عشان كان بيشجع فلسطين وما كانش بيشجع نادي الزمالك، مع انه كان بيشجع نادي الزمالك وكان بيشجع فلسطين. هي خلاص يعني خلاص اتعمينا للدرجة دي. بدل ما نشكرهم ان هم صرخوا بصوت عالي حتى لو ما حدش بيسمعهم، ولكن قدام ربنا راحوا دفعوا فلوس من جيبهم عشان رسالة يوصلوها حتى يعني ربنا شايفهم. نطلع نهاجمهم، نطلع نزايد عليهم عشان ايه؟ عشان ماتش كورة خسرناه. ما احنا كده كده هنخسر. كبير صغير طفل عجوز ست كله خذلهم. ست مسنة بيزيحوا. لغاية امتى الكلام ده يحصل؟ وفين امريكا بتاعت حقوق الانسان وحقوق البتاع ده؟ انت اكبر معرضة في العالم. انت يا امريكا ان شاء الله ربنا هيشيلك. امين يا رب. فيك يوم ياللي انت بتنصري اليهود والصهاينة والباطل مش الحق. على طول ربنا يورينا فيكم يوم، وان امين. شاء الله النصر على ايد مصر. بص بقى اللي جايه بقى، اول وفي الاخر النصر هيبقى على ايد مصر. بص اللي جايه. انا قلت بس اقول الكلمتين دولت وقلبي معاهم، وكل المصريين معاهم، وكل الناس المحترمه الشريفه اللي عندها نخوه وعندها دم مع الشعب الفلسطيني، الا الخونه. بص بقى، اللي هم بيربوا كروش وبزاز وشويه حاجات من ورا. طياز دولت اللي هم خايف تقولها. الفلوس مع الطيوز زي ما بيقولوا. ان شاء الله الدور هيبقى عليكم عشان تأمرتوا على ناس عزل معهمش لا سلاح ولا طيران ولا دبابات ولا اربجيهات ولا الكلام ده. ورغم كده اقسم بجلاله الله لو امريكا المعرضه دي تقف بس على الحياد وتسيب الشعب الفلسطيني اللي هو الشعب من غير سلاح، وربنا هيمصمصوا هياكلوهم. بصوا يا جدعان، يعني الطلب الوحيد يا جدعان، الناس اللي على الفيسبوك وعلى انستا اليوتيوب وانستا والفيسبوك، يعني ما بيظهروش كل الحاجات اللي بتظهر في غزة وفلسطين. بيخفوا وبيمسحوا اكونتات كبيرة عليها متابعين بالملايين عشان بيقولوا الحقيقة. فاكس اللي هو كان تويتر قبل كده بينزل كل حاجة، بينزل عن يعني الفيديو، مش هنظهر المظاهر، بينزل كل حاجه. ادخلوا عليه وادعموا الناس اللي بتنزل الحقيقه. ادعموا الناس. حاول تعمل، يعني لو ما عندكش ايميل على اكس حاول تعمل عليه، حاول تجاهد نفسك ان انت تعمل وتساعد، حتى يعني تعمل لايك للناس اللي على اكس. اقل حاجه مع دعواتكم طبعا. ربنا ينصرهم ان شاء الله، وربنا يكون معاهم. وفيش حاجه نعملها غير الدعاء ونساعد وندعم الناس اللي هي بتقول الحقيقه وبتتعب في ترجمه عشان تنشر الفيديوهات في كل الدنيا. لازم ندعمهم. شكرا كابتن رضا عبد العال برضو ان هو قال كلمه حق على ناس، وطبعا كلنا عارفين مين الخونه. كان معاكم برتامنتو، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.